أهلا بحضراتكم. نداء لكل شخص مهتم بالمنح والسفر للدراسة في أمريكا وأوروبا، ولو عايز تعرف إزاي تدرس بكالوريوس في الجامعات العالمية زي هارفارد وغيرها، ولو عندك اهتمام بموضوع السفر والدراسة في أمريكا بمنح مجانية، استنى المفاجأة معانا في الفيديو. أولا لازم حضراتكم تكونوا عارفين إن كل الجامعات في جميع دول العالم حاليا بيقدموا منح دراسية مجانا تماما، أي شخص يقدر يقدم عليهم. ولكن كلامي موجه بشكل خاص للناس اللي عايزين يدرسوا في أمريكا وفي أغلب الدول الأوروبية اللي بيكون التقديم عليهم صعب ومحتاج مجهود. فمن غير رغي كتير خلينا نخش في الموضوع. طبعا احب اوضح نقطة مهمة جدا لحضراتكم علشان نكون على نفس الصفحة كلنا مع بعض. اي شخص في الدنيا يقدر يقدم على المنح دي اللي هي الامريكا وبعض الدول الاوروبية، وهيتقبل عادي بشرط انه يكون متوفر فيه شروط المنحة. هتقولي مش فاهم حاجة، استنى عليا وانا هفهمك كل حاجة ان شاء الله. اي شخص بيتقبل في المنح الدراسية وخاصة في أمريكا لازم يكون شخص فوق العادي، بمعنى أول حاجة تكون درجاته عالية جدا جدا في المدرسة. تاني حاجة يكون معاه شهادات تثبت تفوقه في اللغة الإنجليزية من آيلتس بقى وتوفل وغيرها. بص علشان ما نطولش الفيديو كتير، شروط المنح دي بتكون صعبة جدا جدا على الشخص العادي اللي هو زيي وزيك، لأننا بنكون في مدرسة حكومية واللغة الإنجليزية عندنا مش كويسة، وما بيكونش متوفر معانا فلوس للاختبارات بتاعة اللغة الإنجليزية لأنهم بيكونوا غاليين جدا. فأغلب الطلاب ما بتقدرش تقدم للمنح دي وما بيقدروش يدرسوا في أمريكا بسبب كل الشروط اللي بتكون المنحة طالباها منهم، فبالتالي بيحبط ويقوم سايب حلمه ويستسلم. المفاجأة بقى ان انا جاي اقول لك ان انت هتقدر تدرس في امريكا، بل وكمان في البلد اللي انت عايزها ايا كانت ايه، وكمان في المجال اللي انت عايزه ايا كان ايه برضه. بص يا سيدي، في حاجة اسمها اكاديميات. الأكاديمية دي يا سيدي بتاخدك سنتين تؤهلك وتعودك على نظام الدراسة في أمريكا، وبتؤهلك بكل المتطلبات اللي هتساعدك في القبول لأي جامعة في العالم. فأنت هيدور في دماغك سؤالين دلوقتي، وهما إيه هي الأكاديميات دي وبتعمل إيه؟ بص يا باشا، أولا كده في كذا أكاديمية زي مثلا توب التوب أفريكان ليدرشيب أكاديمي ALA. دي أفضل أكاديمية ومنحة هتساعدك للدراسة في أمريكا بسهولة. ولو مهتم تعرف أكتر عن ALA، في فيديو على القناة شارح كل حاجة عن ALA وهيعرفك أسرار القبول في ALA. هسيب لحضراتكم اللينك بتاع الفيديو ده في الوصف وأول تعليق. تاني حاجة معانا وهي مدارس UWC. مدارس UWC هتساعدك وهتعرفك مناهج وطريقة التدريس في أمريكا، وهتساعدك في القبول في المنح الدراسية لأي جامعة بسهولة. وبرضه في فيديو على القناة شارح كل حاجة تخص مدارس UWC، وهيعرفك طريقة القبول بسهولة في مدارس UWC. برضه هسيبه لحضراتكم في الوصف وأول تعليق مع فيديو بتاع منحة ALA. وعلشان أنا عايزك أو عايزك برضه تكونوا فاهمين مش حافظين، عايزك تكون عارف إن أغلب المنح اللي أنت هتقدر تاخدهم في مرحلة الثانوي أيا كان إيه بقى، أغلبهم بيساعدوك إنك تدرس في أي جامعة أنت عايزها. فأنت قدم على كل الفرص اللي متاحة قدامك. وعلشان تكون عارف، في منح كتيرة جدا للطلاب اللي في المرحلة الثانوية. الشهادة نفسها بتاعت المنح دي هتزود فرص قبولك جدا انك تدرس بكالوريوس في الجامعات اللي انت عايزها. ولكن لو بتسألني اني احسن منحة في مرحلة الثانوي هتساعدني ادرس بكالوريوس في امريكا بسهولة، هقولك قولا واحدا منحة ALA. وطبعا هسيب لحضراتكم كل لينكات الفيديوهات دي في الوصف واول تعليق، برضو مع سلسلة هتعرفك اساسيات واسرار القبول في المنح. والكلام اللي في السلسلة ده من خبراء في مجال المنح الدراسية. لو مهتم بالمنح اتفرج عليهم، هيساعدوك كتير جدا. وصدقني انت لو عندك هدف وعملت كل اللي في ايدك علشان تحققه، وحاولت وسعيت بكل اللي تقدر عليه وبكل اللي في ايدك، ربنا سبحانه وتعالى هيديلك اللي انت ما تتخيلهوش واللي مش في ايدك. فانت هتقولي يعني ايه هيديني اللي مش في ايدي؟ هقولك مثلا انت بتسعى وبتحاول تاخد منح للدراسة في امريكا، فانت بتحاول وبتسعى بكل الادوات اللي في ايدك اللي ربنا اداهالك، وانت عايز تاخد منحة للدراسة في امريكا، وده مش في ايدك وصعب. طالما بقى انت عملت وبتعمل كل اللي عليك واللي في ايدك، ربنا هيديلك اللي انت عايزه ومش في ايدك، اللي انت كنت بتتمناه وانت مش قادر توصله باللي معاك. فلو انت سعيت بكل اللي في ايدك، ربنا هيديلك اللي مش في ايدك.
اتمنى حضراتكم تكونوا فهمتوا، واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار عن اي حاجه يكتبها لي في التعليقات. وشوفوا حضراتكم عايزين الفيديو جاي عن ايه واكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. وسلام.